اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. كل الناس بتعمل كعك وبسكوت، احنا غير اي حد، احنا هنعمل فسيخ يا جماعة. احنا هنعمل الفسيخ علشان العيد. كل سنة وانتم طيبين. انا عاملاه بقالي كام يوم بقى، بس قلت الحق انزل لكم الفيديو علشان خاطر تلحقوا تعملوه ان شاء الله. فاضل 10 ايام على العيد اهو، يلحق يتفسخ معانا ان شاء الله. في البداية بقى انا غسلت السمك بتاعي كويس جدا، عندي كيلو من السمك كده، كيلو وربع تقريبا. وحطيته على يعني بق السمكة اللي تحت كده علشان تصفي كل الدم اللي فيها. دي حاجة مهمة جدا. وسبته بتاع 3 ساعات، تحسوا كده ان السمكة خشبت ونشفت. ده حركة مهمة جدا جدا، بتصفي كل المية اللي فيها. عندي بقى ملح خشن، لو عندك ملح خشن يبقى حلو جدا. عندك ملح ناعم مفيش اي مشكلة. عندي معلقة كبيرة من الشطة ومعلقة كبيرة من الكركم. لكل سمكة يا بنات بتاخد معلقتين كبار من الملح او من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. هنقلبها بقى كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الكركم بيديه لون حلو جدا، والشطه بقى بتحافظ عليه. شايفين بقى السمكه معايا ناشفه ازاي؟ بعمل لها كده زي مساج كده الاول. السمك بتاعي انا غسلاه زي الفل. هنبدا بقى نحشي مكان الخياشيم كده، او عندي الخياشيم طبعا لاني انا ما شلتهاش. زي ما قلت لكم السمكه بتاعتنا بتاخد معلقتين كبار من الملح. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها وضاعفي الكميات براحتك، انا بديك المقادير. وكمان بحشي بقى من البق كده علشان ما يبقاش فاضي، يبقى الراس كلها عندي واخده ملح وشطه وكركم. السمكه بتاعتي اللي هي كبيره قوي ولا صغيره قوي، يعني 10 ايام بالكتير ان شاء الله، وهتلاقيها اتفسخت معاكي وزي الفل. شايفين بقى الحلاوه؟ كيس نضيف بقى وهنبدا نحط فيه. في ناس طبعا بتعمله اللي هو البلاستيك الغذائي، فبراحتك بقى، عايزه تلفي كل سمكه لوحدها كده بالبلاستيك الغذائي براحتك. بس انا بحب بقى احطهم كلهم في كيس واحد ينزل ميته ويطرى معايا كده ويتفسخ ويبقى زي الفل. طبعا الفسيخ دلوقتي يا جماعه تقريبا في الحجم اللي انا بشتغل بيه ده الكيلو ب280 جنيه. انا شفت الاسعار ذهلت بصراحه. والاكبر منه شويه، دي يعتبر الوسط، 280. الاكبر منه شويه ب300 جنيه. انا جايبه كيلو السمك ده ب100 جنيه. فانتوا متخيلين الفرق 3 اضعاف. فهاتيه بقى واعمليه في البيت، مش هيكلفك غير كيس ملح وشويه شطه وشويه كركم، وكل الحاجات دي موجوده الحمد لله عندنا في البيت. 10 ايام، 12 يوم، 15 يوم بالكتير، وهتلاقيه معاكي زي الفل. طبعا بتحبيه بقى سايح اكتر وزبده اكتر، بتسيبيه بتاع 3 اسابيع. وهنشوفه بقى، هبقى اصوره لكم بس هيبقى في فيديو منفصل علشان الحق انزل الفيديو قبل العيد ان شاء الله. بس هبقى انزل لكم الفيديو وانا بفتح الفسيخ ان شاء الله، يكون فيديو دقيقة ولا دقيقتين كده ولا حاجة، واصور لكم بقى واحنا بناكل ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب، انتوا وحبايبكم كده متجمعين وبألف خير. شايفين بقى جميعا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحشي بق السمكة بالملح عشان يبقى عندي الراس كلها محشية بالملح. بعمل للسمكة بتاعتنا مساج عشان لحمها كده يبقى دايب وحلو معايا. شايفين بقى يا بنات السمكة عندي ناشفة ومخشبة. ليه؟ لاني انا سبتها بتاع 3 ساعات تصفي المية والدم وكل اللي فيها، زي ما شفنا كده في بداية الفيديو. يا رب الحلقة تعجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا قناتنا ارياف ومدن، اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زي وايه اللي شايفاه ان انا عملته مش صح وانا بفسخ الفسيخ بتاعنا. وكمان قوليلي طريقتك في الكومنتات، هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم وكل طريقة واحدة فيكم يا بنات علشان نتعلم من بعض، احنا بنتعلم من بعض.
اللي عندها طريقة تكتبها لي في الكومنتات، وإن شاء الله بإذن الله لو في طريقة مختلفة عن اللي أنا باعمل بيها دي، المرة الجاية أوعدكم إن أنا أجرب لكم الطرق بتاعتكم وأقول لكم رأيي فيها إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب أنتوا وحبايبكم. خلصنا كل الكمية بقى زي ما احنا شايفين كده، وعندي باقي الملح اللي اتبقى معايا تقريبا معلقة أو معلقتين، ببدأ أرشه كده في الكيس أو في أرضية الكيس زي ما تحبي، ممكن ما تضيفيش خالص عادي جدا جدا. هنطلع كل الهواء اللي في الكيس بتاعنا بقى، ونتأكد ان الكيس بتاعنا نضيف كويس جدا وكمان ما فيهوش اي هواء. متاح عندك اعملي بيه، يعني انا ما عنديش دلوقتي اللي هو البلاستيك الغذائي. هنقف؟ لا مش هنقف، هنشتغل وهنعمل احلى فسيخ ان شاء الله. هبدأ بقى اقفل الكيس بتاعي، اطلع بس كل الهواء واتأكد ان الهواء كله خرج من الكيس، وهبدأ الفه بقى لفة كويسة جدا جدا وفي علبة بلاستيك ونشيله، وهتاكلي احلى فسيخ في حياتك. هنبدأ نلفه بقى من كيس لكيس من كيس لكيس، طبعا علشان الريحة بتكون في آه طالعة شوية معاكي في المطبخ، ضرفة كده ما بتفتحهاش في المطبخ، وابدأي شيليه. شايفين بقى يا بنات؟ هبدأ احطه في كذا كيس علشان نحافظ عليه. بألف هنا وشفا، جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. واستنوا بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وانا بفتح على الفسيخ وبوريهولكم وهو زبدة معانا بأمر الله تعالى في العيد ان شاء الله، وتاكلوه في الهنا كده ان شاء الله يا رب. بصل اخضر بقى وعيش بلدي، وعايزين 2-3 لتر حاجة ساقعة، وكمان ايه، طاولتين 3 عيش، فدان بصل. كل سنة وانتم طيبين، هجوعكم واجوع معاكم. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو أول مرة تشوفينا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك، وقوليلي ايه رأيك في الفيديو. بشكركم، شكرا ليكم، سلام عليكم، مع السلامة.